اهلا بيكم مرة تانية. ادارة قناة مودرن سبورتس وجهت لوم للكابتن مدحت شلبي ومنعته من قراءة اي رسائل في برنامجه بسبب قراءته لرسالة خادشة للحياء او هكذا وصفت في برنامج مساء الانوار. معايا دلوقتي على التليفون مباشرة الدكتور وليد دعبس رئيس قنوات مودرن. اهلا بيك دكتور وليد، مساء الخير. ازاي صح؟ ازيك دكتور وليد؟ مساء الخير. اخبارك ايه يا استاذ معتز؟ كله تمام. يا ترى الاجراء اللي انتوا خدتوه ده كان عباره عن ايه؟ يعني هل انذار للزميل كابتن مدحت شلبي ولا بيان ولا عقوبه ولا ايه بالظبط؟ والله يا استاذ معتز، هو يمكن القرار يمكن مش واضح عند حضرتك شويه. هو الموضوع انه حصل يوم السبت اللي فات. كان في احد الرسائل، هو الكابتن مدحت متعود ان هو يقرا الرسائل اللي بتيجي مع البرنامج بتاعه عشان يعمل تواصل مع المشاهدين. فاحد الرسائل دايما بيبقى فيه حد بيبعت نكته، بيبعت دعابه، حاجه زي كده. ايوه. ففي كان منهم واحده مش ظاهره قوي ولكن هو قراها وكان فيها بعض الايحاء، يعني ايحاء كده، ما فيش فيها موضوع انك تفهمه، يعني مش دايركت، ولكن رساله خاطئه وفيها بعض الايحاء. فكان من احنا، انت عارف عن دايما في القنوات دلوقتي في مونيتورنج محترم، واحنا بيهمنا ان دايما الحاجه اللي تطلع من قنوات مودرن يبقى ما تخدش لا الحياه العام ولا تخدش التقاليد ولا تخدش الادب العام. طبيعي. ده موضوع، ودايما ده مشاهدين وفي اطفال وفي امهات وستات، ما ينفعش. فبقت عندنا نظام ان اي حاجه بناخد اكشن سريع جدا. فعملنا اجتماع مجلس اداره سريع جدا واجتمعنا بالكابتن مدحت. ايوه يا فندم. وطلبنا منه، وجه اليه لفت نظر ان بعدم تكرار الموضوع ده، والحقيقه الكابتن مدحت اعتذر يومها لان هو يعني حصل خطا، وده خطا غير مقصود. وطبعا ده كان توجيه للفت النظر ليه. وحصل كمان ان احنا طلبنا منه بتقديم الاعتذار للمشاهدين لبرنامجه الخاص، طبعا برنامج ذو شعبيه وجماهيريه، فان شاء الله هيتقدم اليوم باعتذار لمشاهدينه. وكمان منعنا اي دعابات او اي نكت او اي حاجه تقرا بالكلام ده، مجرد نقرا الاس ام اس بس، يعني لو هو نقرا عمليه التواصل بس مع المشاهدين. تمام. يعني انتوا اعتبرتوا فيما يعني اعتبرتوه عايز اقول خدش للحياء او خطأ مهني، سهو مهني غير مقصود من جانب الكابتن مدحت شلبي، ان انتوا تاخدوا اجراء داخلي. بس سمعنا دكتور وليد ان وزير الاعلام احال هذا الموضوع لما يعرف بلجنة تقييم الاداء الاعلامي. هل حصل ما بينك وما بين وزارة الاعلام اي تعاملات او اتصالات في هذا الشأن؟ والله بص، انا عايز اقول لك حاجه، احنا ما حصلش اي اتصالات بيننا وبينهم، ولكن احنا دايما بناخد الموقف اللي يخص القنوات بتاعتنا. يعني احنا النهارده بنشوف رؤيتنا احنا ايه، بنشوف رؤيه ميثاق الشرف المتفق عليه ايه للاعلام، بنشوف التقاليد بتاعت المجتمع بتاعنا ايه، وبنتحرك بناء عليها يا استاذ معتز. واعتقد ان جميع القنوات بتعمل كده. تمام. ولكن انت عارف طبعا ان تحويله الى لجنه تقييم، احنا ما مش تابعين للجنه تقييم، فاهم قصدي ايه؟ يعني هذه اللجنه احنا غير تابعين اليها. ولا توجد قانونيه ليها قوي. ويعني الكلام ده يتفسر بقى واحنا نقعد نظبط فيه، ده مش هو مشكلتنا دلوقتي. ولكن القنوات لها تقاليد وتقييم هي كمان. وهي بتأدي الدور بتاعها مظبوط. فكون ان احنا نبقى ملاحظين او انتم ملاحظين او قنوات اخرى ملاحظه وبتاخد اكشن سريع، ده حاجه تحسب للقنوات يا أستاذ. على كل حال بشكر لحضرتك هذه المداخله مع برنامج 90 دقيقه الدكتور وليد دعبس رئيس قنوات مودرن، اللي اكد على ان القناه عندها الاليات الخاصه بيها لمتابعه البرامج والمذيعين وما يقدم من محتوى على شاشتها، واتخاذ ما يلزم اذا حصل اي خطأ مهني سواء عن قصد او سهوا. يا ترى من ضمن الكلام اللي قاله الدكتور وليد دعبس انه لا يعترف على حد ما انا فهمت بلجنه تقييم الاداء الاعلامي وغير تابع لها، وان هو يرى ان ادارات القنوات الخاصه
لديها من الآليات الكفيلة بتقويم الأداء لو صح التعبير. رأي خبراء الإعلام إيه في هذا الملف؟ معايا دلوقتي الدكتور صفوت العالم أستاذ الإعلام بجامعة القاهرة. دكتور صفوت، مساء الخير يا فندم. مساء الخير يا أستاذ معتز. أهلا بيك. النهاردة مفيش إعلامي فوق التقويم أو فوق التقييم، وأنا عارف ده كويس طبعا. إنما الآليات اللي بتحاسب الإعلامي النهاردة لما الوزير بيحيل ملف مدحت شلبي أو قناة مودرن للجنة التقييم الإعلامي أو غيره، هل ما تصل إليه هذه اللجنة من تقارير متابعة أو من إجراء ملزم بالنسبة لي أنا كقناة خاصة؟ أنا عايز أنطلق من هذه الحالة أو هذه الظاهرة إلى عدة اعتبارات تخص الإعلام الرياضي عموما، لأن للأسف الشديد أولا طريقة الاستسهال التي تحدث بها السيد وليد دعبس تعبر عن وكأن القناة دي مش قناة عامة بتوجه بالخطاب الإعلامي الخاص بها لملايين من الجماهير. الاستسهال على الهواء. الاستسهال على الهواء ايه؟ والأخ مدحت شلبي بيتحدث في نكتة معيبة لها دلالات وإيحاءات تمس وتخدش الحياء العام لأي أسرة. ما هو الدكتور وليد دعبس اعترف وقال لك ان فيها ايحاءات، يعترف وخدنا معاه اجراء. الاجراء اللي بيستسهله يقول لك اجراءات وجهنا له اللوم ما وجهناش اللوم. الامر يستلزم تدقيق ومتابعه في عده مظاهر يا استاذ معتز. طب خلينا بلاش نستخدم لفظ استسهال وكده، لان الراجل الحقيقه يتحدث بوضوح وشفافيه شديده وكان بيستخدم عبارات يعني رصينه جدا. يعني عايز تقول ايه يا دكتور صفوت؟ يا استاذ معتز، ما ينفعش دعابه وتقول لي نكته خارجه على الهوا تحمل دلالات. حصل خطأ مهني، نعمل له ايه؟ يعني نتعامل ازاي مع الخطأ؟ معنى كده احنا محتاجين قبل كده الرسائل اللي بتتكتب، في رسائل كتيرة جدا بتتكتب على شاشة مودرن وغيرها من القنوات الرياضية بها أشياء خادشة للحياء ومعيبة وتزيد التعصب الرياضي. احنا محتاجين إعادة اختيار وصياغة. المجتمع يشارك في اختيار والخبراء يشاركوا في اختيار المتخصصين اللي بيعملوا وبيملأوا الشاشة ليل نهار تمام بكلمات معيبة هنا وهناك. طب دكتور صفوت، خلينا نخرج من النموذج في معزل عن المجتمع. دكتور صفوت، خلينا نخرج من النموذج اللي حصل مع مدحت شلبي في برنامجه وننظر الى الموضوع بشكل يعني شامل شوية. احنا عايزين منظومة تبقى محايدة ومهنية زي لجان التقييم الاداء الاعلامي وضبط الاداء اللي موجوده في دول العالم المتقدم. هي دي اللي تقوم وتتخذ الاجراءات. اتمنى انه عمليه الاختيار لعدد غير قليل من القائمين على الاعلام الرياضي محتاجه الى اعاده صياغه، اعاده تاهيل. الشهرة والممارسة للنشاط الرياضي وحدها لا تكفي لمخاطبة ملايين الجماهير، لا تكفي أبدا، لأنه مذيع مثلا أو معلق لمباراة لكرة القدم يتحدث قرابة 3 ساعات في اليوم، وعدد غير قليل من برامج التغطية الإعلامية للبرامج الرياضية أحيانا تحدث حالة من التعصب. من يضع هذه المعايير يا دكتور صفوت؟ على عيني وراسي المعايير دي طبعا معايير نعمل اتحاد الكوره مع المتخصصين في مجال الاعلام، مع اساتذه الاعلام، مع كليه الاعلام، مع المتخصصين في القنوات. طب واللجنه اللي بيحيل اليها وزير الاعلام؟ انا عايز اضع قواعد اساسيه. لجنه تقييم الاداء الاعلامي عاجله. هل قراراتها تبقى ملزمه لهذه القنوات؟ انا مش برضك في جدل حول هذه اللجنه ومدى تبعيتها ومساله الزامها للقنوات وتبعيتها للوزير من عدمه وكل هذه الامور، لكن انا عايز اضع
المسألة ليست علاجية، ولكن نريد أن نقوم الأداء. فأنت عايز تقوم الأداء بمجموعة من الخبراء والمتخصصين. يعني طب دكتور صفوت، معلش خليني معاك للآخر، مين اللي هيكون الكيان ده؟ مين؟ أنا بقول لك إن ممكن نعمل يعني مثلا شكل من أشكال المتابعة الإعلامية. إحنا كمجتمع ككل ما فيش مشكلة إن إحنا نقدر نكون هذا الأداء كخبراء كمتخصصين كقنوات فضائية، لأنه أيضا أثير كثير من الجدل عند غلق القنوات، وأنا كنت ضد هذا القرار الخاص بغلق القنوات، لأننا نريد التدرج وبالتالي إعادة كتابة العقود من جديد وفقا لمعايير جديدة. لا يمكن أن أترك قناة أو متحدث يتحدث بالساعات للجمهور وليس لديه مضمون. ما هو طالما ما فيش حد بيتكلم، وطالما ما فيش كيانات بتحدد المعايير، الحكومة هي اللي بتقول أنا اللي هتدخل، وبالتالي حتى لما بيتقال ده مش ملزم ليا، لا ملزم ونص. طالما انت بتتوجه للجمهور انت مسؤول انك انت تراعي النسق القيمي والاخلاقي لما يصار، ومحتاج ايضا القصه لا تكفي اعتذار هنا وهناك، اعاده صياغه لطريقه العمل. تمام، صياغه لطريقه العمل. موضوع محتاج ملف ده يناقش يا دكتور صفوت. بشكرك على المداخله دكتور صفوت العالم، استاذ الاعلام بجامعه القاهره. الموضوع محتاج ان احنا نناقشه الحقيقه بكل جوانبه، لانه لازم، واضح ان في مطالبه بانشاء كيان اعلامي يعني يعمل المعايير المهنيه ويحكم على هذه الاخطاء ويقوم الاداء الاعلامي زي نقابه الصحفيين وزي اي نقابه في اي مهنه.